السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على احنا اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. رمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. في الفيديو ده هتكلم عن عيادة واحدة، لأن في ناس كتير سألتني عن العيادة دي بالذات، والحاجات اللي بتطلع والحاجات دي هي يعتبر فعلا أهم عيادة. فأنا بقول لك الحاجات اللي بتطلع في العيادة دي ولازم تخلي بالك منها فعلا. تمام. هما عيادتين بس، أنا هقول لك على العيادة الأولى دي، ولو أنت عايز العيادة التانية اللي هي إيه الجلدية انا ابغى اقول لك عليها. تمام. لكن العياده دي عياده العظام. تمام. عياده العظام عياده رخمه، ومن اصعب العيادات اللي واحد ممكن يمر بيها. ممكن تدخل العياده 60 واحد زي ما حصل معايا، دخلت 65 واحد، طلعنا 30 واحد ناجحين و35 واحد ساقطين. ماشي. انا مش بحبطك، بس العياده دي مهمه لانك انت هتقدم على حاجه تبع القوات المسلحه. ماشي يا رجاله. قبل ما اتكلم عن عياده العظام يا ابطال، محتاج منك حاجه واحده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، مش هتخسر حاجه، الاشتراك مش بفلوس، الاشتراك ببلاش. تمام. اعمل لي لايك للفيديو يا رجاله. تمام. وشير الفيديو ده لاصحابك، للناس اللي هي هتقدم معانا على معهد ضباط الصف. ماشي. وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص يا صاحبي، عياده العظام دي عياده فعلا يعني صعبه شويه ورخمه. تمام. وانا بقول لك على الحاجات اللي تحصل معاك في العياده عشان تعدي. تمام. تمام. اول حاجه واللي هي في عياده العظام، واللي هي التقوس ده شيء اساسي انك انت تطلع. تمام. طب تعرف ازاي ان عندك تقوس؟ هتقف 11. هتقف 11. صابعين رجليك الكبار يلمسوا بعض جامد. يلمسوا بعض، يبقى لازقين في بعض جامد، مش كده وبس، لا ده جامد جامد يعني. ماشي. دي اول حاجه. هتعرف ازاي بقى ان انت عندك تقوس؟ هتخلي اي حد يعني في سنك او في سن واحد اكبر منك، تمام، هيعدي قبضة الايد ما بين رجلك. تمام. ما بين الساقين بتوع رجلك. لو عدت قبضة الايد من غير يعني، لو عدت يبقى انت كده عندك تقوس. لا ما عدتش يبقى انت كده ما عندكش تقوس. وممكن ما تعديش لو انت وعندك تقوس بس بنسبة بسيطة، فده هيعدي. لكن التقوس اللي يعدي قبضة الايد فده هو اللي بيطلعك. ماشي. دي اول عياده، فتخلي بالك منها. اول حاجه في العياده، سوري، اول حاجه في العياده تخلي بالك منها، واللي هي ايه؟ تقوس الرجلين. هتكلم بعد كده عن تقوس الايدين. تقوس الايدين يا رجاله برضو مهم خالص، واللي هو ايه تقوس الايدين؟ لما تيجي تفرد دراعاتك الاثنين، يا اما تقوس للداخل او تقوس للخارج. ازاي للداخل او للخارج؟ لما تعمل دراعاتك كده ممكن تلاقي دول داخلين كده، او ممكن تلاقيهم عاملين كده وانت فرد دراعاتك، فدي برضو مشكله. تمام. تقوس الايدين. ماشي يا رجاله. فبرضه تخلي بالك من تقوس الايدين ده عشان برضه رخم. ماشي يا ابطال. تمام. دي تاني حاجه. الحاجه التالتة والمهمه خالص خالص خالص، واللي اغلبيه الناس بتقع فيها، تمام، واللي هي انحناء او اعوجاج في العمود الفقري. طب ايه هو الاعوجاج او ايه هو الانحناء ده؟ لو مؤاخذه في اللفظ، لما تبقى ماشي كده ظهرك مش مفروض، لا انت ماشي ظهرك محني، فده ما انت مش هتعرفوش. هتعرفه امتى بقى؟ لما تلاقي الدكتور كتب اسمك انك انت سقطت في عياده العظام، مع اني معدي كل حاجه. بس هشوفك امتى الدكتور؟ هشوفك وانت ماشي. فاهمني؟ انت وماشي كده الدكتور هيبص على ظهرك، لو ليك ماشي حاني ظهرك، لا يبقى انت عندك اعوجاج. بس انت واقف قدامي بتفردي ظهرك بقى واد شبح وكده. لا خلي بالك، زي ما انت داخل الف تطلع الف. حتى لو انت عندك انحناء بس تطلع، ما تخليش الدكتور يلمحك انت وظهرك محني. تمام. افرد ظهرك انت وماشي. الانحناء ده برضو صعب جدا، ومحدش بياخد باله منه، ومحدش بيقول لك الكلام ده غير الواحد اللي جرب فعلا. انا جربت مع ناس صحابي، طلعوا يعني مبسوطين مفيش حاجه. تمام. الدكتور في الاخر راح واخد اسمهم وخد كارت التردد بتاعهم وسجلهم في العياده دي بسبب ايه؟ انحناء في العمود الفقري. تمام يا ابطال. دي تالت حاجه مهمه. ماشي. ورابع حاجه ولازم تخلي بالك منها برضو، يعني مهمه خالص، واللي هي الفلات فوت. تمام. ايه هتقول لي ايه هو الفلات فوت ده؟ تليفون بيرن معلش. تمام. هتقول لي ايه هو الفلات فوت؟ اقول لك بص يا صاحبي، الفلات فوت انك انت تبقى واقف، تمام، ورجليك ما فيهمش الفتحه اللي في النص. لازم رجليك يبقى فيها الفتحه في النص دي. ليه بقى؟ لان انت لما تيجي تقف على رجل واحده، يا اما بتقف مهزوز يا اما مش بتعرف تقف على رجل واحده. كذلك الامر لما تيجي تلبس البياده مش هتعرف تلبسها البياده. تمام. ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه فلات فوت. ده يا رجاله اللي هو عياده العظام. عياده العظام، فانت تركز عليها جامد، وتخلي بالك منها العياده دي بالذات عشان مهمه خالص، مش عايزك تسقط فيها.
تمام. عديت العياده دي وعياده الجلديه والنظر، انت كده عديت كل حاجه يعتبر. الحاجات اللي بعد كده كلها تافهه. ماشي يا رجاله. انا اتكلمت عن الكشف الطبي كله مره واحده، بس انا بتكلم عن العياده دي بالتفصيل لانها هي فعلا عياده مهمه. ماشي. ان شاء الله الحلقه الجايه لو انتوا عايزينها، واللي هي عياده الجلديه، لو انتوا عايزين عياده الجلديه تمام انا هتكلم لكم عنها في الفيديو بعد كده. اهم حاجه يا صاحبي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالتوفيق ليكم يا ابطال دفعه 163. ولا اقول لك بالمره كده بالمره هتكلمك عن عياده الجلديه. تمام. ولا خلاص، لا خلاص كده كفايه. كده كفايه عشان انا تعبت وانا صايم فعلا. خلاص كده كفايه يا رجاله، وان شاء الله ربنا يكرمكم وانا معاكم في اي وقت بالتفصيل يا رجاله. بالتوفيق يا رجاله.